عسلامة، مرحبا بكم. تويك رجعت لكم كيما وعدتكم بالوصفة اللي قلت لكم عليها بالقهوة. وصفة بنينة 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 سكري. هالايامات طلع برشا في الانترنت وبرشا ناس يحبوا يعرفوا الطريقة كيفاش. انا كالعادة ديما الوصفة متاعي نطور فيها شوية، ما نخليهاش كيما هي. نوعدكم بوصفة طيارة على الاخر، تبعوني وتشوفوا كيفاش محلاها وبنينة. المكونات سهلة على الاخر، نتصور اي دار فيها القهوة. انا عندي النوعية هذه مارك جاكوبز، لكن تنجموا تعملوا نسكافيه. معنا نتصور نسكافيه اكثر حاجه موجوده، يعني قهوه سريعه الذوبان، ماهيش القهوه العربي، ماهيش التركش كوفي، ماهيش الساشيات الاخرين. من المستحسن انكم تستعملوا قهوه سريعه الذوبان كيما نسكافيه وكيما هذه. باهي، المكونات اللي عندي هي فارينه، كريم شانتيه للزينه، تنجموا تستغنوا عليه، تنجموا تحطوا عليه شويه فاكهه وكاهو، مش لازم تعملوا كريم شانتيه. نشا، سكر، حليب بارد. انا عندي المكيال هذا الحقيقه شريته معاوني على الاخر في الكوجينه، فيه لهنا هو يعمل 500 ملل ماكسيموم، ديما ناخذ عليه الدرجات نتاعو. حضرت زاده بجنبي كيسان، شوفوا محلاه، ماذا باش نحط فيهم الوصفه نتاعنا. اي فوالا توب. تبعوني تو باش نوريكم كيفاش باش نعمل المراحل الكلية. تبعوا ميمه، الوصفه اكيد باش تعجبكم برشا برشا. فوالا رجعت لكم حبيباتي، تو باش نبدو في الوصفه نتاعنا. نجيبوا الحليب، من المستحسن يكون كامل الدسم ولا نصف دسم. نكيلو مع بعضنا 500 ملل. فوالا هذه 500 ملل حليب، نحطوها الكل. صدقوني الوصفه بنينه بنينه باش تعجبكم على الاخر. تبعوني وتو تشوفوا. نحطوا مغرفه ونص نشاء، هذه مغرفه، هذه تقريبا نص نشاء. نحطوا كيف ما يقارب مغرفه ونص فارينه، تقريبا هذه مغرفه ونص فارينه باش يخثرنا الكريم تاعنا وتجينا خاثره وبنينه. بالنسبه للقهوه الكونتيتي على حسب ما تحبوا. انا نفضل ما تكونش قويه برشا، خاطر عندي صغار في العائله، دونك نحط هكايا تقريبا مغرفه ونص، وبعد كي نشوف حسب اللون. فوالا توي كي نحطوا 3 مغارف سكر معبيين. يبا 1 2 3 مغارف مبحبحين شويه على خاطر القهوه تمرر شويه طعمها، دونك من المستحسن تحطوا بزيد شوي. اي فوالا بسم الله. نحركوا بالباهي خاطر في شفتوا باش تحسوا اللي النشاء يهبط اللوطه ويكساح، ما تخافوش منها، الحكايه ديك عاديه على الاخر. فوالا تحركوا بشويه 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 لين ما تخلوا حتى كعبوره حتى شيء. باهي، ومن بعد هكايا نحطوها على الغاز على نار هاديه، وتحركوا. من المستحسن يكون عندكم مغرفه لوح كيما هذه. انا باش نستعمل هذه، بعد لك هذه جوست نحرك بها قبل ما نحط على النار، بعد لك انفوا نحط على النار نبدا نحرك بهذه. ما نحكي لكمش على الريحه، من تويك تجي الريحه عالميه. فوالا بريسك حسينا اللي الكعابر الكل ما عادش فما حتى شيء، ما عادش فما السكر تقريبا زاد يذوب. شوفوا اللون، الريحه الريحه ما نحكي لكمش. فوالا تو نحطها على النار باش نحركها بشوي بشوي كما قلت لكم مغرفه اللوح. تابعوني باش تشوفوا النتيجه بعد شويه. عسلامة حبيبات ميمه، رجعت لكم تو باش نحضر الكريم شانتيه. يا رح ماما، حطوا ساشي كريم شانتيه. إذا تحبوا الكريم شانتيه تجيكم عاقده، الساشي عملوها مع شطر كميه الحليب المحطوطه على الباكو، ما تعملوش بالكميه اللي هي معناها معمول بها. هما مثلا حاطين 200 ملل، نحط انا 100 ملل. شوفوا انا كيفاش باش نعمل 100 ملل هكا هاو. هذه الاسوس نتاعي باش تجيني الكريم شانتيه خاثره على الاخر وكيما نتاع الحانوت. 100 ملل هكا هاو، في عود 200 ملل. ما قلت لكم لاسوس هي تحطوا شطر الكميه اللي محطوطه على الباكو. انا هذه الباكو نتاعي مثلا، شوفوا شنو حاطين لي الطريقه.
هي طريقه. حاطين لي 200 مليلتر حليب، فهمتوا؟ انا حطيت 100 مليلتر، نصف الكميه باش تجيني خاطره على الاخر. وحتى اذا تحبوا تجوا اكثر تنجموا تعملوا حتى 50 مليلتر. فوالا بديتو كي نحركوا. فوالا لاستيس الثانيه اللي باش نعطيها لكم هي الماكينه. باهي الماكينه اللي ترحيو بها اللي تعملوا بها يا ربي، اللي تركضوا بها الكريم شانتيه. اول حاجه تبقاو بريسك دقيقه تركضوا في الدو، معناها مش درجه حراره ما هيش يعني القوه ما هيش قويه برشا. من بعد لكي تقريبا 3 دقائق تبقاو تركضوها في السانك، 3 دقائق متواصله. ما تحطوا في السانك يبقى انا باش نعمل تو انا تويكا بعد ما ركضتها تقريبا 4 دقائق الكل في الكل كما قلت لكم، دقيقه في سرعه ضعيفه وبعد كده 3 دقائق في اسرع قوه عندكم. لاستيس الثالثه اللي باش نعطيها لكم هي زاد اسيس مهمه، تخلوا الكريم شانتيه في الفريجيدير تقريبا نص ساعه الى ساعه. كل ما تزيدوا تخليوها اكثر كل ما تعطيكم كونسيستانس اقوى وتعطيكم كونسيستانس اكثر وتعطيكم خثوريه. شوفوا انا من كونتيتي صغيره شو كميه الكريم شانتيه اللي عملت. فوالا تابعوني بعد لي في بقيه المراحل نتاع الوصفه. سي هذه الكريمه نتاعنا ولا محل بيت القهوه. هاك تشوف فيها بدات تختار شويه، نبقاو نحركوا فيها بشويه بشويه لين تختار. شوفوا تويكا حبيباتي بعد تقريبا نص ساعه من التحريك المتواصل على نار هاديه. فوالا هاكم تشوفوا بدات ديجا تعمل في البقبيق، لكن من المستحسن نخليوها شويه تبقبق واحنا نحركوا نعصتوا باش ما تبقاش فيها جو نتاع الفارينه. خاطر كي تبدا عندكم اي حاجه محلبيه ولا كريمه فيها الفارينه مش غير ما تبقبق تطفيو النار، لا نخليوها شويه نخليوها شويه. فوالا نعصدوها كيما العصيده، هي تبقبق واحنا نعصدوها نزيدو نعصدوها لين تقريبا دريجين هكاكا دريج، وبعد كده نحطوها في الكيسان. اي حبيباتي تويكايا الكريمه بتاعنا ولا الحل بيت القهوه بتاعنا حضرت. شوفوا الخثوريه نتاعها الكونسيستانس، شوفوا محلاها خاثره وما زالت كي باش تبرد اكثر في الفريجيدير باش تولي اكثر عاقده. فوالا بعد ما عصدناها تقريبا 7 دقائق عصدتها على النار. شوفوا كيفاش الخثوريه نتاعها. فوالا تويكا باش نحطوا في الكيسان نتاعنا نحطوها تبرد في الفريجيدير. من بعد لكي نخرجوهم بعد ما يبردوا نزينوهم بالكريم شانتيه ونقدموهم. ولا تابعوا معايا توكي كيفاش باش نحطوا في الكيسان. نغطيوهم بالبابي سيلوفان ولا بالبابي الومنيوم، حطوهم في الفريجيدير كما قلت لكم تقريبا ساعه. فوالا مادام مازالت سخونه توكي لازمنا فيسا نحطوها في الكيسان باش ما تتعقدش. بسم الله. فوالا الكميه هذه باهيه، ما نكثروش في الكيسان على خاطر ما تنساوش اللي القهوه قويه، سورتو اذا عندكم صغيرات ماذا بكم معناها الكاس يكون مش معبي برشا. والا تنجموا تستعملوا منكهات اخرى، معناها اللي عنده صغار ما يحبش يعملوا القهوه تنجموا تعملوا حتى كاكاو، نفس الوصفه بالكاكاو تجيكم شوكولا. ان شاء الله توا مره جايه نعملها لكم. اي فوالا كملنا صبينا الكيسان نتاعنا. فنحكي لكم على الريحه، ريحه القهوه معبيه الدار، نقولش عليك عامل كافي ولا حاجه، مي حاجه جديده مزيانه. اذا عندك ضيف ما تتكلفش بصراحه، شويه نسكافيه حليب فارينه ونشا وسكر، ما تتكلفش برشا. تزيد لها بعطيك انا باش نزينها بعطيك بكريم شانتيه بالحق باش تعطيها زين اكثر، باش تولي يقولش عليها منظرها كيما اللي يجوا، باش تعطي هكا اكثر منظر اكثر مزيان، سورتو اذا عندك ضياف.
وحتى اذا تحب لعائلتك تشيخهم وتحط لهم حاجه مزيانه وكل شيء. دونك فوالا انا توكي باش نغطيهم ببابي سيلوفان ولا بابي الومنيوم، نخليهم يبردوا شويه لبرا بالطبيعه باش ما يرجعش عليهم العرق نتاعهم، خاطر نجم كي تغطي توا هي سخونه يرجع عليهم الماء يفسدهم. دونك خليهم انا عريانين شويه والا بمنديله يبردوا بالباهي لبرا. دونك حكيت ساعه وبعد نحطهم في الفريجيدير حكيت ساعه اخرى، بعد نخرجهم نزينهم بالكريم شانتيه. طبعا ما يبعث لك كي نزينوه بالكريم شانتيه نرجعوا مع بعضنا نزينوه بالكريم شانتيه مع بعضنا ونشوفوا ريزلتا فينال كيفاش. اتوت تويكا وصلنا للمرحله الاخرى. هاك تشوفوا زينتهم بالكريم شانتيه، شوفوا الكريم شانتيه كيفاش عاقده على الاخر. شوف قلت عليها نتاع الباتسري، وصفات لي زاستوس اللي انا عطيتهم لكم الكل بالتفصيل تتحصلوا على تكستور هذيا. اي فوالا نحطوا شويه كاكاو في الصفايه، حاولوا ما نكثروش شويه بركه. فوالا باش تعطي قلت عليها منظر قهوه. هكا هو باقي نرجعوه. شوفوا تويكي المنظر محلاه. تابعوني في وصفات جديده، ما تنسوش باش تعملوا لي لايك على باجي على الفيسبوك، تابعوني على باجي على الانستغرام، تشوفوا لي ستوري بتاعي كله، وسورتو تعملوا لي سبسكرايب على باجي نتاعي على يوتيوب. باي باي، سيو الحلقه الجايه.